السلام عليكم. إيه الأخبار يا باشمهندسين عاملين إيه؟ إن شاء الله نبدأ نشرح مع بعض لينكس ونعرف إيه هو لينكس أصلا وإيه هو نظام لينكس كأوبريتنج سيستم ونفهم الكوماندات بتاعت لينكس. يعني هنفسر كل حاجة في لينكس بإذن الله. فإيه أهمية أصلا لينكس وعايزين نفهم إشمعنى لينكس وليه بدأت الرحلة أو إزاي بدأت رحلة لينكس إن إزاي يتوجد نظام زي لينكس مش بس ويندوز وإيه فكرة الأوبريتنج سيستم أصلا. والله كان عندي كده في سنة 1970 تقريبا. احنا هنجيب الموضوع من تحت خالص بحيث ان احنا نبقى فاهمين كل التفاصيل. كان في سنة 1970 جه اتنين آه، كانوا عالمين موجودين في سنة 2000 1970. واحد اسمه كين توماس وواحد اسمه دينيس ريتشي تقريبا كان اسمه كده، يا رب اكون ناطقه صح. المهم دول كانوا شغالين في شركة اي تي اند تي. الشركة دي كانت شركة كبيرة وما زالت موجودة أصلا لغاية النهاردة. دول بدأوا أول نظام اوبريتنج سيستم قبل ويندوز والكلام ده كله، وده كان نظام اسمه يونكس. نظام يونكس ده أول نظام بدأ في التاريخ كاوبريتنج سيستم. فمن هنا من ساعة ما بدأ النظام ده بدأت بقى باقي الأنظمة، منها نظام زي لينكس ومنها بدأ نظام زي ماك تاخد منه. ففي كذا نظام بدأ من خلال يونكس. فالنظام ده اصلا اللي هو يونكس ده يعتبر الاب الروحي لانظمه الاوبريتنج سيستم. فالموضوع ما اقتصرش على كده والله. فبعد يونكس جينا كده في سنه 1977. سنه 1977 في نظام جديد ظهر وهو اسمه بي اس دي. ده الاختصار بتاعه اللي هو بريكلي سوفت وير ديستريبيوشن. سوفت وير ده النظام اللي اتعمل بعد نظام يونكس سنة 1977. بس النظام ما نجحش بالنجاح اللي نجحه نظام يونكس بسبب ان كان في ايام حرب وبتاع، فما حققش نفس النجاح اللي حققه يونكس. هل القصة اقتصرت على كده وخلاص على كده دي كانت النهاية؟ لا طبعا. جينا كده سنة 1983 بالظبط. بنحاول نجيب الموضوع من تحت خالص عشان نفهم البداية كانت ازاي في الاوبريتنج سيستم، ازاي اصلا بدأ لينكس والانظمة اللي بدأت قبل لينكس. جه في سنة 1983 كان في عالم شهير اسمه ريتشارد ستالون. العالم ده كان معروف، يعني يا رب اكون ناطق اسمه صح. ده الراجل ده بدأ نظام اسمه جي ان يو. ده كان نظام اوبن سورس. هنفهم يعني ايه اوبن سورس. بالمناسبة ان ده كان اوبن سورس فكان عندنا يونكس اصلا كان كلوزد سورس. هنفهم يعني ايه الفرق بين الاوبن سورس وبين الكلوزد سورس واحدة واحدة. كان النظام بتاع جي ان يو ده كان نظام شبه يونكس قوي، لكن كان في بعض الحاجات اللي ناقصه ومن اهمها هو وجود الكرنل. ايه الكرنل ده يا باشمهندس؟ والله الكرنل ده هو القلب بتاع النظام، هو قلب حرفيا بتاع النظام. فهنا دي كانت بدايه الاوبريتنج سيستم ما قبل لينكس وازاي بدات الرحله. فنكمل كلامنا. فوالله خلصنا من نظام جي ان يو. جه بقى كان في طالب في الجامعه كان يعني شغوف بحته الاوبريتنج سيستم وازاي بتشتغل، وكان عنده فكره في دماغه ان هو يعمل نظام ما يكونش كلوزد سورس لان الانظمه كانت ساعتها كانت كلوزد سورس.
فهو كان عايز ان هو يقفل حته الاحتكار اللي موجوده دي، ويعمل نظام اوبن سورس الناس تستفيد بيه. فوالله الراجل ده قدر ان هو يشوف نظام يونكس ويفهم هو شغال ازاي. والراجل ده كان اسمه لينوس ترافيرجل. ده عمل نظام لينكس سنة 1991. ده بنى النظام بتاع لينكس. وكان فكرة النظام ان هو بنى على الكرنل، او بنى على النظام بتاع يونكس، شافه شغال ازاي والدنيا بتاعته، قدر ان هو يفهم هو شغال ازاي، وعمل النظام الجديد وسماه باسم لينكس. هو قريب من اسمه. فهنا دي كانت بداية لينكس سنة 1991. وكان النظام ده اوبن سورس وعمل طفرة كبيرة قوي. نظام لينكس ساعة ما بدأ كان عبارة عن شوية ملفات وستور كود. ما كانش الموضوع كبير قوي زي النهارده. نظام لينكس دلوقتي تقريبا موجود، عبارة عن الملفات بتاعته عبارة عن 23 مليون سطر كود. وحاليا لينكس في أكتر من 600 توزيعة. أنت متخيل إن في 600 توزيعة من توزيعة واحدة اسمها لينكس؟ فالراجل ده حرفيا اللي هو اسم لينوس عمل طفرة. عمل طفرة في تاريخ الأوبريتنج سيستم، لأن هو عمل نظام اوبن سورس. بدأ ان النظام ده يكبر وبقى منه موجود حاليا 600 ديستريبيوشن. تمام. فوالله الراجل ده كان هدفه ان هو يعمل نظام اوبن سورس حلو، وعملنا لينكس، ولينكس بقى موجود حاليا. فدي كانت فكرة لينكس، وازاي بدأ لينكس، وازاي لينكس موجود النهارده. طب حلو، عايزين نفهم مع بعض كده ايه هو الاوبن سورس، ايه هو الكلوزد سورس اللي انت بتتكلم عليه يا باشمهندس. والله انا عندي نظامين. نظام اسمه اوبن سورس، وعندي كلوزد سورس. فايه الفرق بين ده وبين ده؟ حلو. النظام الاوبن سورس عندنا زي نظام لينكس. حلو. بالمناسبه لينكس هو النظام اللي متاخد منه كيرنل معمول بها الاندرويد، او نظام اندرويد اللي عاملاه جوجل. فالنظام الاوبن سورس نيجي نشبه الموضوع شويه كده بفكره ايه؟ بفكره ان احنا عندنا نظام اندرويد وعندنا اي او اس. اللي معروف ان اندرويد اوبن سورس و واي او اس كلوزد سورس. طب ايه اللي يفرق يا باشمهندس ده عن ده؟ والله اللي يفرق ان ده عن ده ان شركه اي او اس او شركه ابل هي فقط اللي شغاله. انا عكست معلش. اهو هنا اندرويد وهنا اي او اس. ايه اللي يفرق يا هندسه بين نظام اندرويد واي او اس؟ بالراحه كده. والله نظام اي او اس ده شغال عليه شركه ابل بس. هي الشركه الوحيده اللي شغاله عليه. فبكده هي قافله على السورس كود بتاعها، وقافله على كل حاجه تخصها. يعني ما ينفعش شركه من شركات التليفونات زي مثلا سامسونج او اوبو تيجي تاخد نظام اي او اس تحطه عندها. لا، ده حكر بس لشركه ابل. دي حاجه من ضمن الحاجات. اندرويد هنا عارفين ان جوجل عاملاه. فتلاقي ان شركه زي سامسونج واخداه، شركه زي ريلمي واخداه، شركه زي شاومي واخداه، شركه زي مثلا اوبو واخداه، شركه زي نوكيا برضو في التليفونات التاتش حاليا برضو واخداه. فالموضوع اكتر من شركه واخده النظام، فبتقدر انها تاخد النظام وتطور فيه وتعمل فيه حاجات جديده براحتها، لان هو معاه السورس كود. ما دام معاه السورس كود او معاه النظام اوبن سورس، يقدر يعدل ويضيف ويغير براحته. خلاص، هو انت معاك، ما دام انت راجل فاهم في اوبريتنج سيستم مثلا، خلاص انت ما دام انت فاهم تقدر تغير وتعدل وتشوف ايه مش عاجبك وتضيفه. والسكيورتي مثلا مش عاجبك هنا، لا انا هضيف حاجه جديده هنا في النظام بتاعي، وهكذا. فنلاحظ ان مهما كان ان اي او اس
هو كلوزد سورس حلو، بس عدد الديفلوبر اللي موجودين في اي او اس هتلاقي محدود مهما كانت شركه ابل مثلا فيها مثلا 10 ديفلوبر مثلا، وفي 20 مثلا واحد تاني شغالين في السكيورتي مثلا، تمام. ف او 10 او نعكس عادي 10 ديفلوبر او 20 ديفلوبر و و10 سكيورتي، حلو. فمهما كان فهو العدد محدود، العدد مش كبير. ففكره ان التطوير يجي بنفس السرعه اللي بتحصل في نظام اندرويد، لا، اندرويد هيكون اسرع. طب ليه يا هندسه؟ والله اندرويد انا عندي كل العالم شغال على النظام، هو اوبن سورس، هنشوف كام ديفلوبر شغال عليه. فانا معايا حاجه مجانيه، فانا هحب ان انا اطور فيها، فاحب ان انا اخليها تكون احسن، احب انها تكون سكيورتي اكتر، او اخليها مور سكيور اكتر. فدي ميزه من ضمن الاوبن سورس اللي هي بتميز الاوبن سورس عن الكلوز سورس. ان انا اقدر اعدل فيتشر براحتي، اضيف حاجه انا عايزها براحتي. انما في الكلوز سورس انا ما اقدرش اعمل كده، انت نظام بتستخدمه لكن مالكش حق التعديل. غير كده ان ده مدفوع، انما ده فور فري، نظام مجاني. دي من ضمن الحاجات او من ضمن المميزات في نظام اندرويد. فدي الفكره بتاعت الاوبن سورس والكلوز سورس ببساطه. فرق بين اندرويد واي او اس. كذلك الامر الفرق بين ويندوز ولينكس. الفرق بين ويندوز ولينكس، اولا ان ويندوز هو كلوز سورس، هو مدفوع، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان عندي ان ويندوز انا ماليش حق التعديل، انا معايا الكود او معايا الديستريبيوشن بتاعتي النسخه انا بستخدمها، هل ليا ان انا اعدل فيها؟ لا، ماليش ان انا اعدل فيها، فدي مش بتاعتك. ايه تاني مثلا في ويندوز ان عدد الديفلوبر اللي شغالين في مايكروسوفت وعدد الناس بتاعت السكيورتي اقل بكتير من الناس اللي هتكون شغاله في لينكس، لان لينكس اوبن سورس، فالعالم كله، تخيل ان العالم كله الناس بتاعت الديفلوبمنت شغاله، والناس بتاعت السكيورتي كل الناس دي هدفها انها تطور لينكس لان هي بتستخدمه. حلو. فدي من ضمن الحاجات اللي بيميز لينكس برضو تاني، ان السيرفرات كلها حرفيا لينكس لان هو معتمد على السي ام دي. فدي حاجه بتفيد في حته السيرفرات، ان انا اخد كل الريسورسز بتاعتي تكون تفيد السيرفر، مش هستخدمها في حته الدي اي. نعم، في دلوقتي حاجات دي اي في لينكس. ف... فدي حاجه من ضمن الحاجات. عدد المستخدمين في ويندوز اكبر بكتير من لينكس. طب ليه يا باشمهندس؟ والله اصلا ويندوز نظام معروف، فانا بتعامل مع الجي اي والدنيا سهله. فبكده هل دي ميزه ان عدد المستخدمين في لينكس اقل؟ ميزه، لان كده ان لينكس مور سكيور اكتر. غير ان هو طبعا كل ديفلوبر والسكيور شغالين فيه، ده مور سكيور اكتر. لان اولا انا كراجل اتقر هاجي هستهدف الفئه الاكبر، والفئه الاكبر دي هي اللي هتكون الهدف بتاعي. انما بنسبه مثلا هنا شغالين على ويندوز 90% مثلا، وفي لينكس شغالين 10% مثلا، هو لينكس وباقي التوزيعات بقى يعني اقل من 10%. فانا هروح افكر كراجل هاكر، افكر في حته ويندوز ولا افكر في لينكس؟ طبيعي افكر في الفئه الاكبر لان دي سهل انها تقع. غير كده ان الناس اللي بتبقى فاهمه لينكس او بتشتغل على لينكس بتكون اوريدي مش ناس بتستخدم حاجه جاهزه، لا، دي ناس بتطور وناس بتعمل حاجه مش جاهزه، فالناس فاهمه هي بتعمل ايه، انما مش يوزر عاديين. فدي من ضمن الحاجات. فبكده هنا شرحنا الفرق بين الاوبن سورس والكلوزد سورس، ايه الفكره بتاعتهم، وشرحنا ازاي فكره لينكس جت. وباذن الله السيشن الجايه نبدا نتكلم على باقي تفاصيل لينكس، وندخل في حته ازاي لينكس شغال والكوماندات بتاعت لينكس، وايه فكره الاوبريتنج سيستم بتاع لينكس، ونتكلم بتفاصيل اعمق على لينكس. تمام.